معي مداخلة من أبي علي من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبا علي، أهلا وسهلا. حياك وحيا ضيفك الكريم. الله يحييكم. بارك الله في علمه وبارك الله في توجيهاته القيمة. وأتمنى أن تسمحوا لي اليوم شوي بطول عليكم مداخلتي فقط لأنها مهمة، أنا أراها أنها مهمة، ومعني متأكد أن الدكتور عادل ما يخفى عليه ما سأقوله. الله يجزيك خير. وهو أخبر الناس بما سأقوله. لكن شعب البحرين وأخواننا في البحرين يجب أن يعرفوا هذا الأمر، لأن الآن في وقت مكاشفة، وقت مصارحة، ويجب الشفافية في هذه الأمور. فأتمنى أن تسمحوا لي. أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلامي لأهل البحرين وللبحرين إلى هذه الدرة، ديرة الطيبين ومقبرة المشروع الصفوي. أقول عنوان مداخلتي هذه الليلة هو التاريخ الأسود، ولهذا العنوان طبعا قصة، ولكن سأذكر لكم يا شعب البحرين الحبيب في البداية قصة قصيرة جدا ومختصرة جرت أحداثها عام 81 للميلاد. في عام 81 قامت السلطات في مطار دبي باكتشاف ما يثير الريبة على إحدى الرحلات المتجهة إلى البحرين، فوجدوا أن هناك 72 شخص تحوي شنطهم على بدل ضباط من الجيش الإيراني. فقامت السلطات يا شيخ خالد في مطار دبي بالتغافل عن ذلك، وأبلغت السلطات البحرينية بهذا الأمر. عند وصول الرحلة للمطار تم التأكد من البلاغ والقبض على 72 شخص، وبعد التحقيقات تبين التالي. ركز يا شيخ خالد فيما تبين من هذا المخطط القذر. هناك مخطط لتصفية واغتيال القيادة السياسية في البحرين في يوم الاحتفال بالعيد الوطني أثناء عرض عسكري في منطقة الصخير. وكان المخطط يقوم على أنه عند قيام مراسم الجنازة والتي ستكون في مقبرة الرفاع طبعا بالحنينية، بطبيعة الحال ستحضر كل الشخصيات المتبقية من الأسرة الحاكمة وغيرهم. عندها سيقوم أولئك 72 مجرم وأعوانهم باستخراج أسلحة قد قاموا بتخبئتها في المقبرة من أجل تصفية من تبقى من الأسرة الحاكمة. وفعلا تم العثور على الأسلحة في المقبرة، كما تم العثور على أسلحة غيرها في مناطق متعددة في الرفاع وغيرها من مناطق البحرين على أثر التحقيقات. ثم يكملون مخططهم القذر، فبعد تصفية القيادات في الأسرة الحاكمة يقومون بإطلاق سفن إيرانية تكون في حينه قريبة من السواحل البحرينية لنزول الجنود منها والسيطرة على الوزارات الصلبة في البلاد، وعلى رأسها وزارة الإعلام، لإعلان الانقلاب العسكري على البحرين عن طريق المذيع أمير عرب. ولكن ما علاقة هذه القصة بالشخص الذي سأتحدث عنه؟ للأسف هذا الشخص هو من رؤوس من خطط لهذا المخطط الغادر الصفوي القذر. خططه مع الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين بقيادة هادي المدرسي وأخوه متقي المدرسي وسعيد الشهابي وغيرهم. صاحب هذه الشخصية هو معالي الدكتور الدتشة بالبحريني مجيد علوي. طبعا لفظة الدتشة هذه رمز للصفاقة عندنا يا شيخ خالد عشان لا تختلط عليك المصطلحات، لأن هذا الدكتور الآن أو هذا الوزير فعلا استحق رجل يعني رمز الصفاقة في البحرين إن لم يكن في العالم العربي. مجيد العلوي كانت له مجلة اسمها رسالة أحرار البحرين تصدر في لندن أيام المعارضة، أيام كان معارض في لندن، وكان يكتب مقالا يوميا في هذه المجلة بعنوان الاستعمار الخليفي والسني لدولة البحرين في الثمانينات والتسعينات كذلك. هو مع منصور الجمري الصفوي صاحب القلم المزيف. وقد كان مجيد العلوي على اتصال شبه دائم بأكثر من جهة إعلامية وسياسية في بريطانيا بحكم عمله في مركز دراسات استراتيجي في بريطانيا، كما أنه كان يتعاون مع التنظيمات الشيعية في السعودية مثل حزب الله السعودي، وعلى رأسهم حمزة الحسن وتوفيق السيف وحسن الصفار رمز التقية والاعتدال المزعوم. بالإضافة إلى أنه كان من كتاب مجلة الجزيرة العربية التي كانت تصدرها المعارضة السعودية في لندن. رسالته للدكتوراه طبعا يكفيك عنوان الرسالة هي التوازن العسكري في أسفل الخليج، كما أنه من المؤمنين بولاية الفقيه في إيران ما شاء الله تبارك الله، ومرجعيته السياسية في البحرين هو الشيخ عيسى أحمد قاسم.
قصة رجوع للبحرين باختصار هي كالتالي. لما كان في لندن وأثناء الاختلاف بين البحرين مع شقيقتها قطر الحبيبة على جزر حوار، والقضية معروفة، استضافت قناة الجزيرة مجيد علوي كمعارض، وبعد سؤال المذيع له عن أحقية الجزر للبحرين أم لقطر، فاجأ المذيع وفاجأ الكل فقال إنها جزء لا يتجزأ من البحرين، إنها جزء لا يتجزأ من البحرين. وكانت هذه العبارة وللأسف المفتاح التي دخل عن طريقها إلى البحرين كمدافع عن أراضي مملكة البحرين، مع العلم أنه قبل هذه الحلقة بعدة شهور استضيف في برنامج الاتجاه المعاكس في مقابلة أو مقابله كان أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي وهو الدكتور الحارثي، وقد كان ضد البحرين وضد مجلس التعاون بالعموم، ولكن حصل ما حصل. وبعد تلك المقابلة أرسل له أحد الحقوقيين من قبل الحكومة البحرينية ودعاه للرجوع إلى المملكة للبحرين للانخراط في مشروع الإصلاح لجلالة الملك، فقام بالعمل بحرفية وذكاء، فاستغل الانفتاح والحريات والشفافية وعدم التمييز والمساواة من الملك بين جميع أفراد الشعب بعيدا عن المذهبية والعقائدية الدينية، وكان هذا مؤثرا في المشروع الإصلاحي للملك حمد بن سلمان حفظه الله. فقام هذا الدعي بعد أن تنصب منصب الوزير أو وزارة العمل، هنا بدأ تنفيذ مخططاته الصفوية في البحرين. كانت في فترة توزيره لتلك الوزارة المطالبات كثيرة والمظاهرات عن موضوع البطالة المسيسة. قام جلالة الملك في ذلك الوقت بتخصيص مبلغ 30 مليون دينار، يعني 30 مليار تقريبا، 30 مليون دينار لمشروع البطالة. وقد استغل هذا المبلغ لإيجاد برامج وخطط استراتيجية قام بتنفيذها بكل خبث، واستغل المشروع الإصلاحي كالميثاق والدستور لتنفيذ تلك الخطة التي كان يحلم بها في الخارج. فقام بتوظيف جميع الشيعة الصفويين الذين يخدمون خططه في المستقبل في جميع الوزارات المفصلية، وأنا أقصد الوزارات الخدماتية، للي ذراع القيادة عندما يحتاج الأمر إلى ذلك. وطبعا كلنا شفنا ما حصل في الشهر الماضي، فقد كان جليا للجميع وواضحا في الأحداث الأخيرة نتيجة هذا التوظيف الطائفي. ولا ننسى أنه قام بإنشاء مشروع دعم صندوق البطالة باقتطاع نسبة 1% من مرتبات جميع موظفي الدولة، مستثنيا الخبث اللي فيه هذا الصفوي، استثنى الوزراء والنواب والشورى، وذلك ليفوت الفرصة على أي وزير أو نائب أو شوري للاحتجاج عليه. مع الأسف كان نواب الوفاق هم من ساند هذا المشروع. وكذلك لا ننسى أن من تقدم لمشروع البطالة كانوا 85% من ربات البيوت الذي كان يدفع لهم رواتب شهرية لمدة 6 أشهر لاستغلال الميزانيات الضخمة من خلال 30 مليون دينار وال1%. من المهم أن نذكر أنه وضع على رأس هذا المشروع حق البطالة أحد أبرز الصفويين الحاقدين وهو أحمد البنا، والذي قام بتوظيف أكبر عدد من الصفوية، ثم نقل هذا الصفوي اللي هو أحمد البنا إلى شركة طيران الخليج، نقلها إلى قسم الموارد البشرية. فقام هذا الصفوي بتوظيف 950 صفوي فور استلامه، سبحان الله، وضيق على أهل السنة. وأحمد البنا هو الذي أقام ندوة سياسية ضد الدولة في نادي طيران الخليج، على إثرها أغلقت الدولة هذا النادي. كما أنه أقام تنظيم صفوي داخل طيران الخليج، هذا أحمد البنا، مع محمد حسن وهو مدير طاقم المضيفين بالشركة، ومع أحد ورؤساء الأقسام بالشركة أيضا حسن السباع، إضافة إلى مسؤول برامج التخطيط في الشركة واسمه داوود الشهابي. احفظوهم يا شعب البحرين تكفون، حسن السباع ومحمد حسن وداوود الشهابي الذين شكلوا خلايا تنظيمية داخل الشركة، وبالذات قسم تقنية المعلومات برئاسة شخص اسمه القصاب. طبعا هذا القسم عنده كل البيانات عن المسافرين وعن طواقم الرحلات كاملة. ومن المعلوم أن أحمد البنا قبل ترك شركة طيران الخليج قام بترقية إحدى أخطر شخصيات الصفوية الإيرانية الأصل، واسمها معصومة التركماني، وهي ضابطة اتصال طبعا مع القيادات الإيرانية خارج البحرين والمنظمات لما جرى في دوار الخليج العربي، مع ملاحظة أن كل من ذكرت أسمائهم قبل قليل يقومون بعملية التبشير للمذهب الشيعي بين المضيفات اللي يجون في طيران الخليج، وبالذات أهل المغرب العربي والأجانب.
قام مجيد علوي بإنشاء مؤسستين، وركز في هذه الشيخ خالد. قام بإنشاء مؤسستين، هي صندوق العمل ومؤسسة التمكين. مؤسسة التمكين هذه تقوم بتزويد المشاريع بالتمويل المادي، وتقوم بتدريب وتوظيف المتقدمين لها. واضح؟ وهذه المؤسستين وضع فيهما مسؤولين من أهل السنة طبعا، الضعاف الشخصية، وأكرر وأقول الضعاف الشخصية، ليتمكن من تمرير جميع أجنداته وخططه التوظيفية من أجل توظيف الصفوية المتشددين والمؤهلين تأهيلا عقائديا سياسيا وعمليا. كما أن مؤسسة التمكين تخصصت في تدريب طيارين لشركة طيران خليج، مع العلم أن مدير المؤسسة هو، يعني هذا ما أعتقد راح تكون مفاجأة لكم، مدير مؤسسة التمكين هو الصفوي الحاقد شريكه الوثيق نزار البحار اللي تكلمت عنه قبل قليل. وكثير من القروض التي قامت بإعطاء هذه الشركة أعطيت المشاريع التي يملكها الشيعة الصفوية، وقد تم إعطاء 21 مليون دينار سنة واحدة فقط للشيعة الصفوية. أما أهل السنة فيجدون قائمة طويلة جدا لا تنتهي من العوائق التي تمنعهم من الحصول على القروض. ولكن بسبب خبثه ودهائه مجيد علوي، عندما يقوم أحد المسؤولين أو أحد أفراد العائلات المؤثرة الكبيرة أو الوزراء بتزكية أي أحد للحصول على قرض من أهل السنة، يقوم بتمريره فورا بكل يسر وسهولة حتى يعطي انطباع بأنه لا يفرق بين سني وشيعي. ودائما نلقى معالي الوزير الدتشة، وأقولها وأكررها، الصفيق الوجه، دائما ما نلقاه في مجالس أهل السنة يتكلم بكل شفافية وانفتاح من الجميع، سواء كانوا سلفيين أو إخوان أو غيرهم، مع ملاحظة أنه فظ ويتلفظ بألفاظ سوقية، لكن مع من؟ مع الذين يعرفونه جيدا ويصارحونه بطائفيته، فيما يضمر من طائفته البغيضة التخطيط الصفوي بامتياز. وأخيرا أقول، وكاد أن يخلق مشكلة كبيرة بين مجلس النواب ورئاسة الوزراء عام 2006-2007، ولكن حكمة رئيس الوزراء الشيخ خليفة الله يحفظه قد حالت دون ذلك حين قام بزيارة مجلس النواب لتلطيف الأجواء. لذلك نناشد جلالة الملك حمد يا أبو سلمان بضرورة إقالة هذا الصفوي الحاقد قبل أن يستمر في ممارسة طائفيته البغيضة في وزارة الإسكان كما فعل في وزارة العمل. يستغل المواد الدستورية، يستغل الدعم المالي السخي من الدولة من خلال المؤسسات التي خصوصا التي أنشأها لتوظيف الصفويين في شركة البترول، شركات البترول، طيران خليج، الوزارات الخدمية في البلاد، مثل ما عمل كما لا يخفى عليكم ما عمل في التأمينات الاجتماعية والتي الشيخ عادل الدكتور عادل يتكلم عنها، عندما أعطى مشروع إغراء مادي كبير لأهل السنة الذين تجاوزت خدمتهم 25 سنة، وأعطاهم الأموال هذه لكي يتركوا ويتقاعدوا مبكرا، وأحل مكانهم أكثر من 150 إلى 160 تقريبا موظف شيعي. حتى حراس الأمن استبدلهم بحراس أمن شيعة. نناشد بإقالة هذا الوزير من هذه الوزارة، فهو من الشخصيات الخطرة جدا كما تبين، وهناك رفض شعبي من عموم أهل السنة لإعطاء هذه الوزارة الخطيرة. كما أننا كمواطنين بحرينيين نطالب بإبقاء قوات درع الجزيرة لمساندة القوات البحرينية من التدخلات الخارجية تحت أي حلول تطرحها المعارضة. وأقول أخيرا بالنسبة لمشاركتي أمس واتهامي من الضيف البرنامج بأنني استئصالي حين قلت قطع رقاب الجواسيس، أقول أوجه كلمتي يعني وأحترم رأيه، ولكني أقول للدكتور عمر أو الأستاذ عمر الزيد، لو كانت أختك هي من مزعت دفتها في الجامعة، ولو كان أخوك هو من دهس بالسيارة، ولو كان والدك هو من ضرب وعمره 75 سنة حتى مات أمس، ولو كانت بلدك هي التي تحترق، لما قلنا عنك استئصالي حين تقول اقطعوا رؤوس الجواسيس وارجعوهم حيث أتوا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.